قالوا لك ان كليه خدمه اجتماعيه كليه الطالب الفاشل اللي ملوش شغل. تكمله للجزء اللي فات من الفيديو، اكتر كليه والله مظلومه مش واخده حقها في الكليات. جاي لك بشويه حاجات في الفيديو ده، شارب كل ده عشان اعرف اجمع لك المصادر دي والله، فركز معايا. تعرف ان انت تقدر تشتغل اخصائي تخاطب او اتش ار من كليه خدمه اجتماعيه؟ في الفيديو ده بقى هكلمك عن خط السير اللي تمشي عليه علشان تعرف تعمل كده. الموضوع بسيط جدا. عمر احمد بيقول لك ايه؟ اول حاجه ازاي تشتغل اخصائي تخاطب. الكلمه دي ليها معنى تقيل جدا، المرتبات فلوسها حلوه خالص لو عرفت تمشي على الطريقه دي. وخلينا دايما فاكرين ان الفرصه بتيجي للجاهز مش اللي لسه بيجهز. ما تسمعش لاي حد بيحبطك. هتتخرج بتقدير كويس من الكليه، بكالوريوسك معاك، هتعمل بعدها دبلومه سنه او اتنين. من فين؟ جامعه عين شمس، القاهره، بني سويف، اي حاجه بتدي شهاده معتمده حكوميه. لازم تكون حاجه معتمده. اديني بقول لك دي اهم واول خطوه تعملها. ضمننا شهاده التخرج، الدبلومه. في وسط ما انت بقى بتعمل الدبلومه دي ما تسكتش. التخاطب مش عايز ان انت تذاكر كلام على الورق والكلام ده، لازم تنزل وتشوف الكلام بنفسك. فهتعمل ايه؟ هتبدا بقى تتواصل مع المراكز اللي هي بتتخصص في الكلام ده، التخاطب واضطرابات النطق والكلام ده، وتنزل بقى تشوف التخصصات ماشيه ازاي جوه، وتشوف الحالات بايدك. حتى لو هتشتغل من غير فلوس مش مهم، اهم حاجه ان انت تاخد خبره، لان المجال ده كله عملي. استنى بس، ده انا هظبط لك الدنيا، هخليك تعرف ازاي تفتح مركز بعد ما تخلص الكلام ده كله وباسمك. هتروح تعمل ايه؟ شويه كورسات اونلاين. هسيب لك برده كام كورس حلوين كده تحت في اول كومنت، او لو انت بتشوفني في اي منصه تانية هتلاقيه في البايو، تدي لك معلومات حلوه كده. يعني عايزك فهمان، ما تبقاش مأنتخ وقاعد على نفسك ومستني الشغل يجي لك. معلش، هي الكليه كل ما السوق بتاعها بيبقى بره قلنا مش كويس، اشتغل على نفسك اكتر عشان يبقى ليك مكان في سوق العمل. يعني كده الكورسات بتاعتك تمام، دبلومتك تمام، بكالوريوسك تمام، تعمل لك صفحه محترمه وانت في المراكز وبتعالج الاطفال بعد استشاره واستئذان اولياء الامور ان انت تنزل الحاجات دي. ماركت لنفسك صح. وزي ما قلنا برضو لازم يكون معاك سي في وايميل على لينكد ان. هسيب لك برضو شخص ارشحه لك كويس جدا بيعمل لك الكلام ده. كده انا وصلتك لبر امان تقدر تبدا بيه سكه طريق حلوه. يا سلام لو ظبطت بقى ماجستير تربيه خاصه جامعه بني سويف، الزقازيق تقريبا برضو الموضوع ده، تقل ميزانك اكتر، مرتبك يعلى. هو ده الاستثمار في نفسك التمام. ما تسمعش لحد بيحبطك، قدامك فرص كتير والله. الكلام ده محدش قاله لنا واحنا بندرس، فالواحد مش عايزك تغلط غلطات الواحد شافها بعينه والحمد لله ان هي عدت على خير. طبعا خطوه الماجستير دي لما تقف شويه على رجلك وتبدا تدخل فلوس، خد خطوه الماجستير. والمجال ده بالذات فرصته بره مصر كتيره والله. زمايلي اللي اشتغلوا في المجال ده اغلبهم بره مصر. فيما بعد هيبقى ليك مركز باسمك. اديك فهمت كل حاجه والملخص المفيد. هسيب لك الكورسات في اول كومنت تحت، ولو ما سمعتش الفيديو اللي فات هسيبه لك برضه في الكومنتات، خش اسمعه عشان مهم. بالنسبه بقى لمجال الاتش ار فده يبقى ليه فيديو لوحده ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شفت؟ اديك نسيت تعمل الفولو. ربنا معاكم ويوفقكم، وكل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.